السلام عليكم خوتي. عندنا هنايا 180 غرام ديال اللوز اللي طحنته. كتشريو اللوز بلا قشره وكطحنوه 180 غرام، او تقدروا تشريو الطحين هكا جاهز كما بغيتو. وعندنا هنايا قريصه ديال الملحه، وغادي نضيفو هنايا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. واللي بغى يعرف الطريقه ديال اللوز كي طحنته راني ديجا دايره لكم العقده ديال اللوز، نقدر نحط لكم الرابط ديالو. غير كنشدو هكا اللوز كنطحنوه يعني في الاله اللي عندنا، غير نطحنوه مزيان وصافي، وكنعزلو كنهزو 180 غرام. دابا بالنسبه للسوائل عندنا هنايا معلقه صغيره ديال الزبده اللي غادي ندوب، كانت 10 غرام. وعندنا هنايا بيضه اللي كانت متوسطه الحجم، وباش غادي نكهو هكا شويه بفانيليا. وبالنسبه للسكر هذا اختياري، مره كندير انا السكر مره ما كنديرش، غندير معلقه كبيره. هذا السكر ديال الدايت، اللي بغى يديرو او ولا ما ديروش اللي بغيتو، او تخليوها غير هكا بديك المليحه اللي فيها ديك القريصه، راه كيجي رائع بلا سكر بلا حتى شي حاجه. وكي لاحظتوا ديك الزبيده هذه اللي دوبت صافي، وكنخلط كلشي في دقه واحده. وغادي نضيفو هنايا الدقيق اللوز، وتقدروا ديروا النكهات اللي بغيتو. غير بالنسبه للسوائل راها مضبوطه، ما تزيدوا ما تنقصوا. وكنخلطوا عاوتاني غير هكا بالمعلقه حتى تجمع لنا العجين، وكتكون هكا رطبه. من بعد هانتوما غادي تشوفوا بحال الصابلي. عندنا هنايا 15 غرام ديال اللوز، انا حمرته شويه وبالقشره، وغادي نتكتكوه مزيان هكا بالموس او بالاله اللي بغيتو. المهم هاد الطريقه ضروريه، ما تخليوش هكا اللوز ديالكم صحيح فاش تبغيو تقطعوا اللوز ديالكم هذا، باش تقطعوا الفقاس ديالكم باش ما يتهرس لكم شيء. اللي حنا عارفين اللوز ما فيش الجلوتين. صافي كما لاحظتوا ضروري هاد العمليه هذا، يعني اللوز خصو يتطحن مزيان هكا، تخليو فيه غير هكا حبيبات هكا باينين وصافي. حتى ملي تبغيو تقطعوه يعني كيكون هكا كيتقطع لكم بسهوله وما يتهرش. ودابا غادي ندهنو غير يدينا هكا. انا درت هاد البخاخه هذه ديال لافوكا، وراه كان نويترال ما فيه لا ريحه لا حتى شي حاجه. وتقدروا ديروا زبيده او زويته كما بغيتو. والعجين ديالنا كتكون طريه رطبه يعني بحال الصابلي صافي. وكنحربلوها بحال هاد الشكل هذا، وغادي نقرصوها غير شويه باش داك الحجم هكا فاش نبغيو نقطعوها يجينا هكا طروفات مقادين. والسم كيكون بحال هاد الشكل هذا، راه غليظ يعني هكا جوج صبيعات تيكون هكا في الغلط صافي. ودابا تقدروا تزوقوها الا بغيتو. انا غنخليها غير هكا في هاد الشكل هذا. والفران راني شعلته درجه 160، كندخلوها طيب ما بين 20 حتى 26 دقيقه. غير تشوفوا شدات هاد اللوين هذا وخرجوها، لان المره الثانيه راه غادي نوليو نحمروها. وكنخليوها حتى تتبرد عاد كنقطعوها. قطعوها رقيقه خوتي غليظه كما بغيتو، راه ما غتهرس لكم ما حتى شي حاجه، لان حنا داك اللوز هرمشناه مزيان. كون خليناه دابا غليظ فاش كنبغيو نقطعوها راه كتهرس، لان حنا عارفين اللوز ما فيش الجلوتين اللي درنا، ولا دقيق اللوز ما كانش فيه الجلوتين صافي. وكنوليو عاوتاني نشعلوا ورا الفران، كنشعلوه في درجه 160، وكندخلوها تحمر هكا ما بين 15 و 18 دقيقه. صافي خوتي 15 حتى ل 18 دقيقه كيتحمر الفقاس ديالنا وصافي. وكتخليوه حتى يبرد، وكيجي فعلا لذيذ هكا، كيجي مقرمش وكيبقى هكا الوقت كامل. غير ديروه من بعد شي طويصه ولا شي حاجه. انا راه ديجا باقي عندي، غير وريتكم واحد المقدار ديال 180 غرام، وكنديرو حتى في المجمد. هانتوما غادي تشوفوا من بعد كي غادي نصاوبو ولا كي كندير له، يعني فاش كنصاوب اللوز ديالي او العجين كندخلو يطيب صافي. ملي كيطيب كنديرو هكا، كنخليه حتى يبرد وكنديرو في المجمد. وفاش كنبغي نجبدو كنجبدو يتطلق غير شويه، وكنقطعو كنولي نشعل الفران درجه 160، وكنحمرو وكنقدمو عاوتاني لطاسه قهوه او اتاي. ايوا هي هذه خوتي، نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم الوصفه اللي كانت سريعه وسهله، وشي تحليه هكا لطاسه قهوه او اتاي. وبصحتكم وراحتكم وبالسلامه عليكم.